نبدا الان من سعيد بزديره، وسمحوا لي ربما نطول اليوم. سعيد بزديره انا نعرفه من 1986 او 87 يعني انا نعرفه في الجامعه، يعني عالم ماهوش صديقي ولكن نعرفه. حتى هو لما كان يتدخل كل مره يقول هابط حناشي صديقي ولكن علاقتي به طيبه. لم اتعرض له في من الايام حتى في الفتره الاخيره. لماذا؟ لانه ذكرنا احنا عبد السمار وذكرنا الزيتوت، فاذا نضت الجوق كاع نعض، بدليل انه احنا ما هدرناش على مقري هاي جات تتهم فينا، ما هدرناش على امير ديزاد فناضوا في نفس اليوم شبكه لانه هذا ياكد شبكه. وسنعطي دليل انا بلي شبكه. انا قلت مشكله بعض الناس معي انني لا اتحدث من فراغ، لا اتحدث من فراغ. وساذكر حتى عبد السمار هو الذي حرك، لانه في كل مره الناس يكشفوا عبد السمار ويجد حرج يكلف بزديره ويعطي له الاموال، هو وسيد باعجه. وكاين صور دوك نشوفوها بين عبد السمار وسعيد بزديره، كاين صور بين باعجه وسعيد بزديره الى اخره. سعيد بزديره بصراحه بدا حياته المهنيه في صحيفه الشروق العربي. كان يخدم في المجتمع، كان يخدم على الشبان والمراهقات والبنات والبنين والعلاقات الغراميه بين البنات والبنين في 1991. وبعد وقفوه في جريده الشروق زملائنا، توقف ما ندخلوش في التفاصيل، وبقى عام واحد حاول يكون مراسل في القسم في الامور الثقافيه للتلفزيون الجزائري. بقى في ضواحي تيبازا في 93 غادر الى لندن. عمره ما خدم في المخابرات، عمره ما يعرف المخابرات، عمره ما يعرف الجيش، عمره ما يعرف الدرك، عمره ما يعرف الشرطه. ولكن في بريطانيا يوهم الناس بانه ضابط كبير ويعرف التوفيق ويعرف كبار الضباط. هذا اسمحوا لي يعني اليوم راح نحكي مسكين مرض كذب وصدق روحه. واش يقول علي انا في الفيديو تاعو؟ يقول انه هابط حناشي يعرفني وانني انا كنت مجند من طرف المخابرات في وقت الحاج الزبير. بعد مات الله يرحمه الحاج الزبير نقل ملفي للسيد فوزي. السيد فوزي مازالو حي. نقول له ببساطه يعني باش حتى المشاهد ما يبلعش الطعم، هذا كلام فارغ جدا. لماذا؟ لانه عمري ما كانت عندي علاقه لا عضويه لا من قريب ولا من بعيد بالمرحوم الحاج الزبير. سعيد بزديره في لندن ما يخدمش وشفناه في مكالمه مع رجل اعمال كيتوتو، هو ايضا يقول له اضرب هذا واضرب هذا ويعطي له فلوس ويرتزق في لندن. يعني اي شخص مثلا يوسف باعجه نتذكروه يعطي له فلوس ويدير فيديو يشكره ويهاجم خصوم تاع يوسف باعجه. بن زديره هذا طلب منه عبد السمار لما حضرنا عليه اول امس انه يقذفنا، جا قذفنا. انا نقول لكم شيء، بزديره ليس له المستوى بكل تواضع. انا تعرفوني انسان بسيط شعبي الى اخره، ولكن انا ما يقدرش هو يطعن فيا، ما يقدرش على الاطلاق لسبب بسيط، انه لدي الوثائق سانشرها لانه ما كانتش جاهزه. يعني قررنا في اللحظه الاخيره نقول هذا الكلام لانه راني راجع في بدايه الاسبوع او في الايام القليله، ما نقولش متى، باش نعطي لكم كل الوثائق على كل هؤلاء الذين تحدثت عنهم. عنده 3 احكام. سعيد بن زديره هو من اخواننا من البيرين، حيوا سكان البيرين. عنده 3 احكام في القانون العام، يعني مجرم، يعني مجرم من محكمه جزائريه وحكم متاكد في مجلس قضاء في الجمهوريه الجزائريه. تروى 3 احكام: تهمه الضرب والشتم والتهديد بالقتل واقتحام منزل. اعود: السب والشتم، التهديد بالقتل واقتحام منزل. 3 احكام. وباذن الله تعالى سنوري لكم لما نديروا الملف نوريه لكم. هذا سعيد بن زديره يعني للاسف هذا هو راهو يرتزق، راهو يشتم في بلاد ويشتم في اي واحد يقول كلمه حق، رغم انه انا ما ذكرتوش سعيد بن زديره. وهذا يبين بانهم شبكه ريزو. انا ما حضرتش عليه، ولكن هو فقط نقول، وخاصة سعيد بن زديره يعني اللي كان كل مرة يحكي يقول هابط حناشي صديقي. كي حكينا على عبد السمار لأنه هو بدا معنا، احنا العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. احنا اللي بدا، مش احنا كنا مخلينه عبده شغله مع العدالة تاع بلاده ومع الشرطة تاع بلاده. أنا ماني شرطة ماني عدالة، ولكن لما هاجمنا ردينا عليه. كي ردينا عليه هو كلف سعيد بن زديره، قال اتاكي يعني. وتعرفوا شكون يكلفوه؟ يقولوا له اليزي، يعني باش ما نطيحش، يعني مثل الكلب حاشاكم اكرمكم الله. وجا يقول كلام هو ما عندوش مستوى باش يقولوا.